العيد فرحة، والفرحة الكبيرة فيه اللحمة. لكن لو حضرتك مريض سكر ضغط او كوليسترول لازم تاخد بالك. احنا مش هنقولك ما تاكلش لحمة، لا طبعا، بس هنقولك تاكل ازاي، ايه اللي ينفع وايه اللي ممكن يضرك. وخلي بالك الفرق بين وجبة تعيد سعيد ووجبة تانية ممكن فعلا تدخلك المستشفى، ممكن يبقى قطعة لحمة صغيرة. في الجزء الأول تاكل لحمة أيوة بس بحكمة. إزاي؟ يلا بينا نشرح الموضوع بالراحة. اللحمة في العيد بركة وبهجة، لكن الإفراط فيها خطر على أي حد، خصوصا مرضى الضغط والسكر والكوليسترول. لحمة العيد مش ممنوع، بس لازم تكون كمية قليلة، نوع قليل من الدهون، طريقة طهي صحية، يعني يا تشويها يا تسلقها، بعيد عن التحمير والسمن والزيت خالص. في الجزء التاني ايه أفضل أنواع اللحم ليك بقى؟ لحمة وش الفخدة أو العجل قليل الدهون فيها وممتازة لو مشوية أو مسلوقة. والكبدة ينفع بس تكون قطعة صغيرة جدا لأن فيها كوليسترول عالي. والموزة اللي هي الجزء الأمامي من العجل لو من غير دهون تنفع طبعا في العيد. والنيفة ممكن لو معمولة على الفحم بس من غير دهون. اللي لازم تبعد عنه وتقلله جدا الدهون البيضة في اللحمة، خطر مباشر. الكوارع والفتة بالسمنة والمخ والطحال تقيلة جدا على القلب والمعدة. اللحمة المقلية أو اللي فيها توابل كتير ممكن ترفع الضغط وتبوظ السكر. نصايح سريعة: كل قبل اللحمة سلطة أو خضار مشوي، عشان بيشبع أسرع وبيسهل الهضم. اشرب مية كتير في اليوم. قسم وجبتك على يومين بدل ما تاكل كل حاجة مرة واحدة. لو حاسس بدوخة وخفقان، عطش شديد أو تعب بعد الأكل، راجع الدكتور فورا. في الختام يا جماعة، عيد الأضحى مش معمولة عشان ناكل كتير، ومعمولة عشان نفرح ونفرح اللي حوالينا. كل لحمة وانبسط وافرح، بس خليك حكيم في اختياراتك. ومتنساش تبعت الفيديو ده لأي حد بتحبه عشان تحافظ على صحته في العيد. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى سعيد عليكم كلكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.